مساء الخير. فيما يجري الحديث عن التعثر والاستمرار في المفاوضات بين حزب الاتحاد الديمقراطي والمجلس الوطني الكردي، تتعرض مقرات المجلس الوطني الكردي والأحزاب التابعة له لاعتداءات مكثفة منذ بداية الأسبوع الجاري. المجلس الوطني الكردي وأحزابه وجهوا الاتهام بشكل مباشر إلى حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي وذراعه العسكرية ميليشيا قسد ومجموعاته التي تهاجم كل من يختلف مع أيديولوجية الحزب وأفكاره، التي يرى كثيرون أنها مستمدة من حزب العمال الكردستاني المصنف إرهابي على قوائم العديد من الدول أبرزها أمريكا وتركيا التي تخوض عملية عسكرية ضده منذ عقود. كما ذهب ناشطون أكراد لتحميل مجموعة تلقب نفسها بشبيبة الثورة مسؤولية الهجمات على المقرات التابعة للمجلس الوطني الكردي وأحزابه، مشيرين إلى أن هذه المجموعة تتبع مباشرة لحزب العمال الكردستاني. الاعتداء على المقرات شمل العديد من المدن السورية في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا، إضافة إلى مدينة عين العرب كوباني التابعة لمحافظة حلب. كل ذلك يدفعنا للتساؤل عن أسباب ازدياد الاعتداءات على مقرات الأحزاب الكردية المعارضة لنهج حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي وسياسته شمال شرق سوريا، وهل يمكن لحزب العمال الكردستاني التخطيط لمثل هذه الاعتداءات دون التنسيق مع حزب الاتحاد الديمقراطي؟ ولماذا يقدم على مثل هذه الخطوة؟ وما هو مصير المفاوضات الكردية في ظل التوتر الحاصل؟ ولماذا لم تخرج أي نتائج ملموسة حتى اللحظة؟ وما هي الضغوط التي يمكن أن تمارسها تركيا وأقليم كردستان العراق على أكراد سوريا للتوصل إلى الاتفاق النهائي؟ هذا ما سنناقشه في هذه الحلقة من هنا سوريا. أهلا بكم. أهلا بكم مجددا. تعرضت العديد من مقرات المجلس الوطني الكردي وأحزابه لاعتداءات متنوعة. المزيد في التقرير ونعود للنقاش. تكثف ميليشيا قسد والمجموعات التابعة لها اعتداءاتها على مكاتب المجلس الوطني الكردي والأحزاب التابعة له، والذين يوجهون الاتهام المباشر لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي المتحكم الفعلي بقسد مع حزب العمال الكردستاني المصنف على قوائم الإرهاب في العديد من الدول. المجلس الوطني الكردي وأحزابه أشاروا لتعرض مكتبي حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في مدينة الحسكة ومنطقة عين العرب التابعة لمحافظة حلب لاعتداء بقنابل المولوتوف، ويأتي ذلك بعد اعتداءات متتالية تضمنت تعرض مقر المجلس الوطني الكردي في مدينة عمودة للحرق واستهداف المقر في مدينة الدرباسية بالرصاص بعد العبث بمحتوياته. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ تم استهداف مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في الحي الغربي بمدينة القامشلي بزجاجات حارقة، وإنزال العلم الكردستاني عن مقر حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في عمودة. المجلس الوطني الكردي وأحزابه اعتبروا هذه الاعتداءات محاولة للنيل من المفاوضات الجارية بينهم وبين حزب الاتحاد الديمقراطي والموالين له تحت غطاء ما يسمى بالإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا، منوها إلى قيام الأجهزة الأمنية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي باستدعاء عوائل عناصر بشمركة روج وتهديدهم واعتقال أنصار للمجلس. كما يتهم ناشطون ومحللون أكراد مجموعة تتبع بشكل مباشر لحزب العمال الكردستاني وتطلق على نفسها لقب جواني شورشكير، أي حركة شبيبة الثورة، بالمسؤولية عن عدد من الاعتداءات على التيارات الكردية المختلفة أيديولوجيا معهم. فمن له مصلحة بإشعال نار الخلاف الكردي في سوريا؟ وهل ما يجري هدفه استمرار الوضع على ما هو عليه؟ وللحديث أكثر عن هذا الموضوع تنضم إلينا أسمهان داوود، وهي عضو في ممثلية المجلس الوطني الكردي معنا من أربيل. من ألمانيا معنا أيضا الصحفي لوند حسين تحديدا من دوسلدورف
وينضم إلينا من غازي عنتاب رئيس الهيئة السياسية في محافظة الحسكة مضر حماد الأسعد. مساء الخير وأهلا بكم جميعا. أستاذة أسمهان، دعيني أبدأ معك، يعني لصالح من تأتي هذه العمليات، عمليات استهداف مقرات المجلس الوطني الكردي؟ نعم، شكرا لكم على هذا البرنامج وشكرا لضيوفكم. أهلا فيك. الصوت بيرجع ما بعرف من عندي من عندكم. طيب خليني أنتقل إلى ضيف آخر إلى أن يتم التعامل مع هذا الخلل الفني، وأعود إليك أستاذة أسمهان. أستاذ لوند، لصالح من تأتي هذه العمليات التي تستهدف مقرات المجلس الوطني الكردي في الحسكة وفي أكثر من مدينة؟ نعم، بكل صراحة أن ما تتم من أعمال هجومية على مقرات أحزاب المجلس الوطني الكردي هي أولا وأخيرا تخدم أجندات الأنظمة الغاصبة لكردستان، وعلى رأسهم النظام التركي الذي أبدأ انزعاجه منذ انطلاقة مبادرة القائد مظلوم عبده بالحوار الكردي والتوصل إلى اتفاق لتحقيق بعض المكاسب للشعب الكردي في كردستان سوريا، وتوخيا لتكرار تجربة الاحتلال التركي والميليشيات الجيش الوطني التابع للائتلاف بباقي المناطق. وإن باعتقادي إن كان الأمريكان والفرنسيين جادون في التوصل إلى اتفاق بين الأطراف الرئيسية الكردية التي تتزعمهم بشكل رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي بايدي باسم أحزاب الوحدة الوطنية ينكا، والحزب الديمقراطي الكردستاني سوريا باسم المجلس الوطني الكردي. بصراحة إن كان الأمريكان جادون فإن هذا الاتفاق سيتوصل. بالمقابل هناك أجندات للأنظمة الغاصبة في الطرفين، من جانب في طرف أحزاب الاتحاد الديمقراطي، ومن جانب آخر في طرف أحزاب المنضوية في المجلس الوطني الكردي برئاسة الحزب الديمقراطي الكردستاني سوريا. هناك من يحاول ويجاهد لإفشال هذه المفاوضات، سواء من خلال تصريحات إعلامية منددة بالحوار مع الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني الاتحاد الديمقراطي المصنف إرهابي في بعض البلدان. نعم، المصنف إرهابيا دوليا وليس في بعض البلدان. باعتقادي تصرفات الشبيبة الثورية التي تتبع بشكل مباشر لقنديل لحزب العمال الكردستاني، وباعتقادي لن يستطيع القائد مظلوم عبده إيقافي عند حدهم ما لم تكن هناك مساعدة سواء من الجانب الأمريكي أو من جانب أحزاب المجلس الوطني الكردي، لأن قنديل ليست من مصلحتها التوصل إلى اتفاق وتحقيق إنجازات للشعب الكردي في كردستان سوريا، ووجودهم في كردستان العراق، وفي الآونة الأخيرة هجومهم على مقرات قوات البيشمركة، دليل أنهم لا علاقة لهم لا بالكردية ولا بكردستان. هدفهم الأساس هو القضاء على أي منجز كردي، وهذا من مصلحة الأنظمة الغاصبة الأربعة: تركيا، سوريا، عراق، الإيران. نعم. أستاذة أسمهان، أعود إليك أيضا بذات السؤال، لمصلحة من استهداف مقرات المجلس الوطني الكردي؟ بالطبع أرحب بك وبضيوفك الكرام. نعم، إنما يحدث في هذه الأيام من أعمال تخريبية في المناطق الكردية في سوريا، والهجوم المزمع على مكاتب المجلس الوطني الكردي والأحزاب المنضوية فيها هي محل استدانة واستنكار من جميع أوساط الشعب الكردي تقريبا ومن المجلس الوطني الكردي، فهي تؤدي بالدرجة الأولى إلى نسف الحوارات الكردية، وجميعا نعلم بأن هذه الأعمال التخريبية من يد ما يسمون أنفسهم بشبيبة الثورة التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي التابع لحزب العمال الكردستاني.
نعم. هذا يدل بأن هذا حزب الاتحاد الديمقراطي الذي وقد جمع معه بعض الأحزاب، هذا يدل بأنه لا يستطيع الخروج من تحت سيطرة الحزب العمالي الكردستاني الذي هدفه الأساسي إنهاء القضية الكردية في جميع الأجزاء الكردستان، جميع أجزائه. وفي بعض الأحيان يقولون بأن هناك مجهولون. جميعنا يعلم لا يستطيع أحد القيام بأي عمل داخل المناطق التي تحكمها إدارة البيادة، فهي سلطة الأمر الواقع وأسايشها منتشرة في جميع المناطق والزقاق. لا أحد يستطيع التحرك بدون علم هذه القوى. وعندما يقولون بأنها جهات مجهولة فهم لا يقولون الحقيقة، فهي جهات تابعة لهم وهم من يقومون بذلك، وإلا كان سيقومون بمحاسبة هذه الجهات. وجميعنا يشعر ويعلم بأننا ويدل بأن الكاك مظلوم الذي القائد العام لقوات القسدة لا يستطيع، ليس حرا أو ليس بإمكانه إكمال هذه الحوارات. لو كان بإمكانه ولو كان يستطيع الخروج، إن كان بنيته الخروج من تحت سيطرة حزب العمال الكردستاني، لكان وقف هذه الانتهاكات. سأعود إلى هذه النقاط اللي ذكرتيها أستاذة أسمهان، ويعني سنتحدث فيها بالتفصيل أكثر، ولكن دعيني أنتقل بالتساؤل للأستاذ مضر. يعني كرئيس للهيئة السياسية لمدينة الحسكة، كيف تنظر إلى هذه الاعتداءات أستاذ مضر، وما الهدف منها؟ مساء الخير لك وللسادة الضيوف. لا شك بأن حزب العمال الكردستاني البيدي أو البككة ارتكبوا مجازر مروعة بحق الكرد وبحق العرب والسريان والآشوريين والتركمان وكل أبناء محافظة الحسكة والشعب السوري في المنطقة الشرقية. والاعتداءات التي تمت على بعض مكاتب أحزاب المجلس الوطني الكردي هي تندرج ضمن هذا الإطار، إطار الإرهاب، إطار التخوين. لا شك بأن نحن في الهيئة السياسية كانت لنا بعض الملاحظات وبعض التحفظات على اللقاء بين المجلس الوطني الكردي وبين تنظيم البككة الإرهابي أو بما يسمى قسد. ولكن بشكل عام أستطيع أن أقول بأن هناك محاولات كبيرة من قبل حزب العمال الكردستاني أو القسد أو البيدة على أن تبقى هذه المنطقة في حالة من التوتر والسخونة. هذا أولا. ثانيا بضرب كافة أنواع السلم الأهلي في المنطقة. نقطة ثالثة، هم لا يريدون أي حل سياسي في المنطقة، هم يعملون من خلال الأجندة التي رسمها لهم النظام السوري وإيران وبعض الدول المعادية للثورة السورية وللشعب السوري. لذلك نحن نؤكد وما زلنا نصر على أن محافظة الحسكة والمنطقة الشرقية لا يمكن أن يكون فيها الحل إلا حل سياسي من خلال السلم الأهلي، من خلال التوافق بين مكونات محافظة الحسكة. والهيئة السياسية طرحت أكثر من مشروع حول هذه النقطة، ولكن يبدو بأن هناك من يعمل داخل حزب الاتحاد الديمقراطي أي البككة أو حتى داخل المجلس الوطني الكردي يعملون على إفشال أي مشروع من أجل السلم الأهلي، أي مشروع من أجل الحل السياسي، أي مشروع من أجل تحرير محافظة الحسكة والمنطقة الشرقية من وجود النظام، من وجود الميليشيات الإرهابية الإيرانية، وكذلك طيب وضحت وجود أستاذ مضر. يعني قنديل الذين أستاذ لاوند وضحت لا الصورة أستاذ إلا مضر. من خلال نعم. القتل والتدمير. أستاذ لاوند، يعني حضرتك والأستاذة أسمهان والأستاذ مضر توجه أصابع الاتهام من قبلكم لحزب الاتحاد الديمقراطي وأيضا الأذرع المتواجدة داخله لحزب العمال الكردستاني المتواجد في جبال قنديل وفي تركيا بهذه الهجمات على مقرات المجلس الوطني الكردي. ولكن بذات الوقت قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي كان قد غرد على تويتر بأنه يدين هذه الاعتداءات، ويعني يعتبر أن هذه الاعتداءات هي غير محقة. إلى ماذا تشير هذه الإدانة؟ نعم عزيزتي أحلام، وفق متابعتنا لما يجري في كردستان سوريا من هجمات
كما ذكرت سابقا، هناك تيار في حزب الاتحاد الديمقراطي يتزعمه القائد المظلوم عبده رئيس قوات سوريا الديمقراطية، يرغب بشكل جدي في إنهاء التوترات. بالمقابل هناك تيار آخر مدعوم من قنديل تحت مسميتين اتحاد الشبيبة الثورية ومؤسسة عوائل الشهداء، لهما جناحان عسكريان هم الذين يقومون بعمليات الهجوم على مقرات الأحزاب. طيب هل هذه الهجمات هي بالتنسيق مع ميليشيا قسد أم هي عمليات منفردة ولا تدري بها قوات سوريا الديمقراطية؟ إنها بتوجيه من حزب العمال الكردستاني، تأتي من قنديل، يحاولون إفشال مسعى القائد المظلوم عبده من أجل وحدة الصف الكردي. بصراحة ما ذكره الأخ مضر بعيد عن الحقيقة بشكل قاطع. لو كانت هيئة الائتلاف، الهيئة السياسية للائتلاف، جادة في تأمين الأمان والاستقرار، لأمنوا الأمان والاستقرار في عفرين الكردستانية وسريكانية الكردستانية وهي تحت سيطرة ميليشياتهم. ما ارتكبوه خلال سنة لم ترتكب قوات سوريا الديمقراطية أو أسايش حزب الاتحاد الديمقراطي 5%. طيب أستاذ لاوند، بداية هذا المحور هو ليس محور نقاشنا، ولكن بذات الوقت يعني الانتهاكات المرتكبة من قبل حزب الاتحاد الديمقراطي المتواجد في مناطق شمال شرق سوريا هي كبيرة جدا وكبيرة بحق الأكراد أكثر من العرب المتواجدين في تلك المناطق، ولسنا بصدد المقارنة اليوم في الانتهاكات مدانة من جميع الأطراف على كل الأراضي السورية. أستاذة اسمهان، اليوم يعني مظلوم عبدي يغرد بإدانة هذه الهجمات، هل هذه إدانة صادقة؟ لا أظن أنها إدانة صادقة. لو كانت إدانة صادقة لاستطاع أن يحاسب ما شبيبة الثورة التابعين لهم على ما يرتكبون، ولكنه بهذه التغريدة الصغيرة حاول أن يمرر تغريدة أخرى ليدين ما يحدث في إقليم كردستان من تهجم قوات الجريلا على قوات البيشمركة. فهذا اليوم قد هاجمت قوة الجريلا على، كانوا يريدون أن يدخلوا 50 مسلح من البيدة إلى إقليم كردستان. ماذا للبيدة في إقليم كردستان حتى يدخلوا إلى إقليم كردستان؟ وعندما حاولت البيشمركة منعهم حدثت اشتباكات وشهداء. وأراد أن يمرر هذه الرسالة ليوجه اتهام إلى البيشمركة بأنهم هم من يعتدون، وقد اتهم بالبيشمركة إقليم كردستان. يعني أنت ترى بأن هذه التغريدة هي تميل أكثر لأن تكون تصفية حسابات أكثر منها أنه إدانة حقيقية لاستهداف مقرات المجلس الوطني الكردي؟ نعم، أنا أقول بأن مظلوم عبدي لا يستطيع الخروج من سيطرة حزب العمال الكردستاني. فمعروف جدا من حزب العمال الكردستاني منذ نشوئه في الثمانينات لم يترك جزء من كردستان ولم يحدث فيها تخريب. فنلاحظ اليوم ما يقومون بها في إقليم كردستان من السيطرة على قراهم ومدنهم والهجرة التي أحدثوها، وجناحهم العسكري والسياسي في كردستان سوريا وما يقوم بهم في المناطق الكردية في سوريا، جميعها تهدف إلى أولا إنهاء الحوارات، وجميعها تخدم الدول الغاصبة للقضية لكردستان وإنهاء المشروع الكردي كقضية وكقومية، ويخدم أعداء الشعب السوري في نفس الوقت. لأن إذا حدثت هذه الحوارات وحدث اتفاق في منطقة الجزيرة أو في المناطق التابعة لها من سلم أهلي أو أصبحوا بنفس يعني خطاب موحد، ذلك سيساهم بشكل كبير في إيجاد حل سياسي لسوريا بشكل عام. إنما يقوم به حزب العمال الكردستاني وأجنحته التابعة في جميع أجزاء كردستان إنما تخدم إيران وتخدم الدول الجوار وتركيا والدول الغاصبة لكردستان ودول أعداء الشعب السوري. طيب أستاذ لاوند، يعني في بداية المحادثات كان هنالك تفاؤل كبير والحديث عن مظلة حوار كردية على الرغم من معرفة الجميع بالولاء المطلق لحزب الاتحاد الديمقراطي لحزب العمال الكردستاني في جبال قنديل.
هل اليوم ما نراه سيؤدي إلى أي تتمة في هذه المحادثات وفي هذه الحوارات؟ نعم، إن المسألة السورية بشكل عام هي خرجت من الإطار المحلي، وهي تتم بتنسيق دولي. باعتقادي لو أن الأمريكان جادون في إنجاز وحدة الصف الكردي، لأن المفاوضات تجري تحت رعايتهم، وإن كانوا جادين بصراحة سيتم الاتفاق قريبا بإذن الله، كما جرى في إقليم كردستان العراق بين المرحوم الرئيس جلال طلباني والرئيس مسعود البرزاني برعاية أمريكية. وباعتقادي أن الأمريكان لن يجدوا أفضل حليف لهم في منطقة الشرق الأوسط سوى الكرد. فكل الأكراد، بالرغم من أن حزب العمال الكردستاني مندرج في قائمة الإرهاب الدولية، إلا أنهم بالمقارنة مع باقي التنظيمات الإرهابية باعتقادي الانتهاكات التي يرتكبونها لا تتجاوز باقي التنظيمات الإرهابية. قبل تحرير العراق كان الحزبين الرئيسيين، الحزب الديمقراطي الكردستاني العراق والاتحاد الوطني الكردستاني، في قائمة الإرهاب، وتم إزالة الصفة عنهما. طيب. باعتقادي في حال إنجاز هذا الاتفاق، ويعمل مظلوم عبدي بشكل جاد بصراحة لإنجاز هذا الاتفاق. لا تتفق معك الأستاذة أسمهان بأنه يعني عمل مظلوم عبدي هو جاد؟ أعلم جيدا، هي تدعي ذلك، أما في الحقيقة فإن مظلوم عبدي جاد، لكنه يتعرض لضغوطات ولمضايقات من قنديل. لذلك وفق مراقبتنا ووفق تصريحاته السابقة في البداية حتى طرح عدة مبادرات لتحقيق السلم الأهلي، منها التصالح مع أهل عمودة حول تلك المجزرة، وتم إنجاز العديد من الاتفاقات في كوباني تحت رعايته. وضحت النقطة اللي ترغب بإيصالها أستاذ لوند. أنتقل للأستاذ مضر. أستاذ مضر، اليوم هل من الممكن أن يكون هنالك حوار قد يفضي إلى نتيجة حقيقية بين أحزاب جزء منها يمتلك قوة عسكرية وأسلحة، وأحزاب لا تمتلك القوة العسكرية وإنما تمتلك القوة السياسية الناعمة فقط؟ يعني كما نرى في لبنان مثلا حزب الله والأحزاب اللبنانية الأخرى دائما ما يظهر سلاح حزب الله على الواجهة. بصراحة يعني حقيقة لا يوجد أي حوار حقيقي بين من يمتلك السلاح وهو عصابة إرهابية ومصنف على قوائم الإرهاب الدولي، وهو حزب العمال الكردستاني البككة أو البيدة أو قسد، وبين الأحزاب الأخرى التي لا تملك إلا القلم والحل السياسي. وكذلك هناك حقيقة دوافع كبيرة من قبل الائتلاف ومن قبل حتى الحكومة التركية للمجلس الوطني الكردي بالتحاور مع حزب الاتحاد الديمقراطي أو البككة، ولكن هناك رفض كبير من قبل حزب العمال الكردستاني في إجراء أي مصالحة أو أي حوار أو أي اتفاق مع الأكراد أو الأحزاب الكردية الأخرى، أو حتى مع العرب أو مع السريان بالشكل الصحيح وبشكل السليم. هم لا يعرفون إلا القوة، هم لا يعرفون إلا ارتكاب المجازر والإجراءات التعسفية، وخاصة اليوم السيارات والمفخخات التي يرسلونها إلى عفرين وإلى الباب وعزاز هذه النقطة، وأيضا هي خارج نطاق الحديث. وضحت فكرتك أستاذ مضر. أستاذة أسمهان، اليوم ما هو مصير المحادثات الكردية وما هو مصير أيضا الدول التي ترعى وتسعى لإحقاق هذه المحادثات وأيضا لجعلها في إطار واحد أمام هذه الانتهاكات المرتكبة من قبل حزب الاتحاد الديمقراطي بحق المجلس الوطني الكردي؟ نحن كمجلس وطني كردي طبعا هو استراتيجيتنا أن يحدث اتفاق كردي ومع المكونات الأخرى في المنطقة شرق الفرات. ولكن أنا أؤكد بهذه الأعمال، وخاصة بعد مرور حوالي سنة على المفاوضات، وحتى الآن
لم ينفذ حزب الاتحاد الديمقراطي أي بند من شروط الاتفاق التي طلبها المجلس الوطني الكردي. هل تنتهي المحادثات يا أستاذة أسمهان أمام ما يجري؟ إذا بقي حزب الاتحاد الديمقراطي تحت هيمنة حزب العمال الكردستاني ولم يتم بتر يد حزب العمال الكردستاني في المناطق الكردية في سوريا، هذه المفاوضات ستتوقف، رغم مثل ما قلت لك بأنها استراتيجية المجلس الوطني الكردي. ولكن حزب البيدي رغم أنه لم يقم بما طلبه المجلس الوطني الكردي من الكشف عن مصير المعتقلين أو تصحيح العقد الاجتماعي أو خروج البككة من المناطق الكردية، فرغم ذلك يقوم بالسطو وحرق العلم الكردي وإحراق مكاتب المجلس الوطني الكردي. أنا أؤكد إذا بقيت الأمور على هذه الحالة ولم يتم بتر يد حزب العمال الكردستاني. بهذه النقطة دعيني أنقل تساؤل الأستاذ لاوند. أستاذ لاوند، هل ترى بأنه هنالك نية لحزب الاتحاد الديمقراطي ببتر يد حزب العمال الكردستاني؟ باختصار لو سمحت. نعم، لقد صرح أكثر من مرة السيد مظلوم عبده بأن الإدارة لكردستان سوريا لروجافا ستكون من الكرد السوريين فقط وباقي المكونات، ويعمل جاهدا من أجل إخراج عناصر العمال الكردستاني الغير الكرد السوريين، منهم من أكراد تركيا، منهم من أكراد إيران، منهم من أكراد العراق، لإخراجهم من كردستان سوريا. وأخرج العديد منهم بشهادات. ولكن على ما يبدو أنه إلى هذه الساعة لهم يد ضاربة داخل حزب الاتحاد الديمقراطي. سألنا أيضا متابعينا على مواقع التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع أنه هل لميليشيا قسد يد بالاعتداء على مقرات المجلس الوطني الكردي؟ بنسبة 83% بتشوف أنه نعم، بنسبة 17% فقط ترى بأنه ليس لميليشيا قسد يد بالاعتداء على مقرات المجلس الوطني الكردي. أستاذ مضر، أترك لك التعليق على الاستطلاع وأيضا على نتيجته في عجالة لو سمحت. نعم، الاستطلاع هو صحيح وسليم، ونحن في الهيئة السياسية لمحافظة الحسكة مع الحوار السوري في منطقة الجزيرة وفي المنطقة الشرقية بشكل كامل. نحن مع إخراج كافة العصابات الإرهابية، وكذلك إخراج عصابات جبال قنديل وإعادتهم إلى جبال قنديل، كذلك تفكيك الميليشيات وميليشيا البيدة وميليشيا الأسايش الذين حقيقة ارتكبوا مجازر مروعة بحق الشعب السوري. هذا أولا. ثانيا، نحن مع أن يكون الحل السياسي وفق القرار 2254 و 2218، وهذا الأمر يؤدي إلى عودة اللاجئين وعودة النازحين. نعم. وإلى محاربة الإرهاب وإلى تحرير المنطقة من العصابات الإرهابية، وخاصة عصابات البيدة قسد، وكذلك عصابات النظام السوري والميليشيات الإيرانية. شكرا جزيلا لك مضر حماد الأسعد، رئيس الهيئة السياسية في محافظة الحسكة، كنت معنا من غازي عنتاب. الشكر أيضا للصحفي لاوند حسين، كان معنا من دوسلدورف ألمانيا. الشكر أيضا للأستاذة أسمهان داوود، وهي عضو في ممثلية المجلس الوطني الكردي، كانت معنا من إربيل. بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من هنا سوريا. أعود وألقاكم غدا بإذن الله.